الحمد لله انتهت الحرب في سوريا. استقبلناكم في بلداننا بسبب الحرب، وهذا واجب علينا كمسلمين وكأشقاء. اليوم انتهت الحرب في سوريا، وصفة اللاجئ أصبحت لا تنطبق عليكم. حان الوقت للرجوع إلى بلدانكم وإعمارها. أما الدخول إلى الجزائر مرة ثانية فتكون عن طريق التأشيرة، وهذا الكلام لا يغضب أحد. الجزائر لازم تحافظ على أمنها القومي. الجزائر مستهدفة، من حقنا أخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أوطاننا. سلام. كي تكلمت وقلت خلاص السوريين اللي هم متواجدين في الجزائر انتهت الحرب في بلادهم، عليهم الرجوع إلى بلدانهم، وإن أرادوا الدخول الجزائر الدخول بتأشيرة. كاين ناس قال لك واش دخلك، واش دخلني؟ أنا جزائري وطني، نحب بلادي وعندي غير على بلادي ونخاف على الأمن القومي على بلادي. ونزيد لك حاجة على هذوك السوريين، كاين بعض السوريين اللي يدفعوا ملفات تاع الجنسية على أساس أصولهم جزائرية. هذو قاعد لازم الدولة تفتح تحقيقات في الملفات تاعهم وتشوف تصيب تلاعبات في الوثائق. احنا ما نكرهوش السوريين ولا نكرهو الشعب السوري. انت جيت الجزائر على اساس لاجئ بسبب الحرب، انتهت الحرب، طبيعيا انتهت الصفة تاعك، صفة لاجئ، تولي بلادك. وكي تحب تدخل الجزائر تدخل بتأشيرة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحية الجزائر. فهاد الأمور كي يكون الأمن القومي في اللعب ما نمشوش بالعواطف. الأمم لا تسود بالعواطف. الحزم، الأمانة والشدة والقوة. أكو شفتوا هذيك تاع قسنطينة اللي تزوجت مع مسيحي، تزوجت في الكنيسة والخمر ودعاو الشر. هذاك يشد في ديني، هي على باب ما يجوز لها الشرع عند تزوج بمسيحي. ونهار زاد عندها مزيود داروا له التعديم، هذاك يزقلوا التعديم بعد يحكموا الصابي يدخلها في الماء داخل الكنيسة، تقول شي ماء مبارك. غدا ما غدا تجي ليك تقول لك ولادي لازم نعطي لهم الجنسية الجزائرية. الجنسية الجزائرية غالية بزاف بزاف بزاف، ماشي من هبة ودبة يحمل الجنسية الجزائرية. أنا نتكلم بمنطلق وطني، أنا نتكلم بمنطلق أمانة الشهداء. الجزائر غالية ولازم نحافظوا عليها. هذا غالي خويا. أنا جزائري، ما نقدرش نكون بنغلاديشي وما نقدرش نكون سوري. جزائري، نقعد جزائري.